السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزية. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم ملوي كيجي رائع جدا بطريقه سهله وسريعه. الا كنتي اول مره كتجربي الملوي غادي يصدقلك من المره الاولى، كيجي خطير. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير، الا كنتو اول مره كتشاهدوا فيديوهاتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وفي المقادير غادي نحتاج 250 غرام اولا ربعه ديال الفينو او دقيق القمح الصلب، ما يعادل هكا واحد جوج ديال الكؤوس ديال العنبه. وغادي نحتاج نص كيلو اولا 500 غرام ديال الدقيق بالنسبه لنوعيه الدقيق فيكون هكا حرش واحد شويه. كنضيف شويه ديال الملح حسب الذوق، نضيف هكا واحد ملعقه صغيره ممتلئه. وكنضيف واحد الكيس ديال البيكين باودر او خميره الحلويات. هذا هو السر باش العجينه ديالنا كتجي هشيشه ديال الملوي. غير جربوه بهذه الطريقه. كنخلط النواشف وكنضيف ملعقه كبيره ديال العسل، يمكن لكم تعوضوها بالسكر. وكنبدا نعجن بالماء بارد. بالنسبه لهاد العجينه هذه فما كندلكوهاش بزاف، غير شويه، يعني ما كتحتاجش منا دليك بزاف، غير كنخلطو كندلكوها هكا غير واحد 5 دقائق حتى كتتجانس. وبالنسبه للقوام فكنخليها خفيفه لان العجينه فيها الفينو كيتشرب من بعد. المهم نتوما ما ديروهاش خفيفه بزاف باش تقدروا هكا تحكموا فيها، وايضا ما ديروهاش قاصحه. شوفوا القوام هو هذا، يعني كتكون مازال شويه كتلصق. كندهنها بالزيت وكنصايبها وكنخليها ترتاح على الاقل نصف ساعه. وطبعا كنكون لويتها في السلوفان. ومن بعد ما كترتاح العجينه ديالي، شوفوا كيفاش كتولي، يعني كتولي مطاطيه. نعاود هكا نهزها غير شويه بحال ندلكها واحد شويه دلكه خفيفه بهذه الطريقه كما كتشوفوا باش كتجمع. وكنبدا نقطع العجين. انا بالنسبه ليا ما غاديش نديرهم كبار، غنديرهم غير متوسطين بهذا الحجم هذا. بهذا الحجم هذا عطاتني 12 ملويه. كندهنهم بالزيت وكنخليهم هكا غير واحد 5 دقائق باش يطوعوا باش نسرحهم. وبالنسبه لهاد الكميه هذه فاللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. المهم انا درت معكم غير نص كيلو ديال الدقيق، ويمكن لكم تضاعفوا الكميه. وكندوز للتوريق، كنحتاج 100 غرام ديال الزبده اللي كندوبها. انا استعملت مارغرين، كنخففها بشويه ديال الزيت. المهم عندكم ميزانكم ديروا غير شويه ديال الزيت. وكما قلت لكم 100 غرام ديال الزبده خليتها في المقله باش كتبقى سخونه. كندهن سطح العمل بالزيت وكنبدا نسرح العجينه ديالي بهذه الطريقه. وكل ما رققتها يكون مزيان. المهم انا رققتها حتى بدا كيبان سطح العمل، وعاوتاني ما ترقوش بزاف باش تبقاو تقدروا تحكموا فيها. كنرش هكا رشه خفيفه ديال الخليط اللي حضرت بالزبده والزيت، غير دهنه خفيفه، يعني ما تكونش هكا الزبده سايحه على الوجه. وكندير شويه ديال الفينو وكنجيب واحد السكين وكنقطع بهذه الطريقه، يعني على شكل اشرطه يكونوا متساويين. انا هذه هي الطريقه اللي عندي معتمده دائما في الملوي، كتجي زوينه وسريعه والملوي كيجي مورق ورائع. كنطوي الاطراف كما لاحظتوا، كنطوي الاطراف على بعضياتهم. شوفوا العجينه كيفاش كتجبد، يعني كتجي زوينه بزاف. غير جربوا هذا الملوي هذا على ضمانتي، غادي يولي معتمد عندكم وعمره غادي يحشمكم. كندهن دهنه خفيفه بالزبده وكنرش رشه ديال الفينو. وهنايا عندي واحد الكاس كندهنو بشويه ديال الزيت وكنلوي عليه. شنو الدار ديال هذا الكاس؟ هو ان هذا الملوي هذا ما كيجيش فيه القلب اولا ديك العجينه الوسط، كيجي كله مورق، ما كتجيش كاع فيه داك الوسط ديال العجينه. الا بغيتو تلويو الملوي على يدكم لويوه، هذا فقط اقتراح. كنلوي هكا على الكاس، كنخليه جانبا حتى ندير هكا واحد 2 ولا 3، عاد نحيدهم من الكاس. اولا يمكن لكم كل وحده درتوها تحيدوها مباشره من الكاس. المهم هذا فقط اقتراح. نعاود معكم وحده. كندهن بالزبده وكنرش بالفينو وكنقطع بهذه الطريقه. وكنطوي الاطراف عند بعضياتهم بهذه الطريقه. كنحاول نديرهم فوق بعضياتهم تماما كما كتشوفوا. حاولوا تسرحوهم، ما تخليوهمش هكا مطويين. وإلا لاحظتوا الطريقه هذه سهله وسريعه دغيا كتسالي، واي واحد غادي يجربها غادي تولي معتمده عنده. كنسرح هكا شويه بهذه الطريقه وكندهن بالزبده وكنرش رشه خفيفه ديال الفينو وكنلوي. في حاله الا ما بغيتوش تلويو على الكاس فكتلويو على يدكم، ولكن اللويه حاولوا ديروها مرخوفه لان الملوي كل ما تلوى مرخوف كيجي زوين ومرخوف من الداخل، يعني ما كيجيش مدقص.
ولا بغيتو ديروا الكاس، فالكاس كيعاونكم ان هذا الملوي هذا ما يجيش معجن من الداخل اولا من الوسط. بعد ما درت هكا 4 ديال الملويات كنحيدهم من الكاس بهذه الطريقه، وكنحاول نضغط عليهم ونجمعهم حتى كيتجمعوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، وكنخليهم جانبا وكنستمر حتى كنكمل العجينه ديالي كامله. عاد ندوز نطيب الملوي. في حاله الا درتو كميه كثيره وكان الحل سخون، فحاولوا انكم غير ديروا غير النص، يعني تلويو غير النص وتبداو هكا طيبوا الملوي ديالكم، وفي نفس الوقت كتلويو باش العجينه ما تسخلكمش وتغلبكم. وبعد ما كملت العجينه ديالي كامله كندير المقله تسخن وكندهن سطح العمل بالزيت، وكنبقى نسرح الملويه ديالي بهذه الطريقه، يعني كنحاول غير نضغط ماشي كنجر العجينه باش الملويه ديالي ما تحلش. حاولوا دائما بهذه الطريقه، غير كتضغطوا على الملوي ماشي كتجروه باش ما كيتحللكمش. كندهن المقله بالزيت، المقله كتكون سخونه والمقله ثقيله طبعا، وكنحط الملويه ديالي بهذه الطريقه، كنخليها هكا غير واحد 3 ديال الثواني وكنقلبها بهذه الطريقه. هذه هي الطريقه باش كيجيكم هشيش. عاوتاني كنخليها غير واحد 2 ثواني وكنقلبها، كنستمر هكا كنقلبها حتى كتبدا تحمر. عاد كنبقى هكا نخليها حتى كتحمر واحد شويه. وبالنسبه للنار فكتكون متوسطه، ما ديروش النار مهيله وما ديروش النار مجهده. نعاود معاكم، دائما كنحطها وكنقلبها مباشره، كنبقى هكا كنقلبها باش كتجي مرخوفه ومورقه. شوفوا الملوي كيفاش كيجي هكا مرخي. هنايا كنضغط غير شويه في الوسط باش كيقيس المقله وكيتحمر. وهذه هي الملويه ديالي كتجي زوينه بزاف. هذا هو الملوي اولا الشكل النهائي ديال الملوي ديالي، كيجي مقرمش وهشيش ومورق كما كتشوفوا معايا، يعني ما كيجيش مدقص كما كتشوفوا. كتجي كل ورقه بوحدها، صراحه كيجي رائع جدا. الا كنتي اول مره كديري الملوي غادي يصدق ما كيجي لا معلق ولا مدقص كما كتشوفوا معايا، وكيجي لذيذ بزاف. غير جربوه على ضمانتي، غادي يولي معتمد عندكم وعمره غادي يحشمكم ان شاء الله. واهم حاجه باش ينجح لكم هذا الملوي هي العجينه، يعني من تجيو تلويوها ما تكونش مزيره بزاف. وايضا طريقه الطياب مهمه جدا، النار خاصها تكون متوسطه، والملويه ما كنخليوهاش حتى كتنشف على الجهه الاولى. عاد كنقلبوها، كنبقاو نقلبوها كل مره. الا لاحظتوا انا راه كندهن المقله غير مره واحده، كندهنو غير المره الاولى صافي ما كنعاودش، يعني الملوي ما كيجيش مزيت، كيجي ناشف ورائع جدا. غير جربوه على ضمانتي. وصلنا لنهايه الفيديو، كانت هذه الفكره ديال اليوم، كنتمنى تجربوها وتخليو لي ارائكم في التعاليق. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه فهذه الفرصه، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو اخر. بسلام عليكم.